الرحيم. أنا في مسجد الحسن الثاني، مسجد الملك الحسن الثاني في كازابلانكا في المغرب. من أجمل ما رأت عيني من المساجد، من أجمل ما تفاعلت وشفت في حياتي من المساجد. الروحانيات اللي موجودة في المسجد عجيبة يا جماعة، روحانيات مؤثرة للغاية. كأنك موجود في المسجد النبوي، كأنك موجود في مسجد نبي صلى الله عليه وسلم. يعني تاني روحانيات حسيت فيها بعد المسجد النبوي في هذا المكان. شايفين المسجد، شايفين الجمال، شايفين وغير الجمال ده المحراب. ايه الروحانيات الرائعة اللي موجودة في هذا المكان، ايه الأثر القلبي. والله حاجة عجيبة، أنا ما كنت عارف إن في مسجد بالروحانيات الجميلة دي ولا بالأثر القلبي ده. أنا متأثر للغاية بالمكان، وفرحان إن أنا صليت هنا، وفرحان إن أنا صليت صلاة الظهر وصلاة العصر في هذا المسجد الجميل. ومش عارف أوصف لكم قد إيه أنا يمكن أنا ما جيتش دار البيضاء، ما جيتش كازابلانكا المغرب بقالي 5 سنين، بس أنا أول مرة أزور المسجد وتفاعل وتأثر بالطريقة دي. شيء مؤثر في قلبي جدا. دعيت كتير وأنا ساجد، وسبحان الله النهاردة 1 رجب، فأنا فرحان إن أنا حاسس إن دي من بركة رجب، شاعر بروحانيات عجيبة في أول رجب في هذا المكان الجميل. الحمد لله الذي رزقني صلاة وسجود في هذا المكان أول مرة أسجد فيه.